السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو جديد وروتين جديد بإذن الله هينشطك ويشجعك ويقومك من مكانك بإذن الله في عز البرد بقى والساعة ده. ما تقوليش بقى الجو برد يا بنات، بص كده كده محدش هيقدر أي حاجة من مكانها إلا انتي. فيلا همة ونشاط إن شاء الله بإذن الله، ايدينا في ايد بين بعض كده وكلنا نشجع بعض ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. لو لسه يا قمراية أول مرة تخشي النهاردة تشوفي القناة بتاعتي، خشي خدي لك جولة بسيطة بإذن الله بإذن الله، عندي يقين إن هي هتعجبك. ولو عجبتك الاشتراك وضغط على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل إشعار فيديو أنا بنزله، طبعا الكومنت الجميل اللي بيشجعني وبيساعدني إن أنا أنزل لكم كل هو جديد معايا إن شاء الله بإذن الله. بصوا يا بنات، طبعا أنا أول ما بدأت الأول بالغسالة بتاعتي. ليه؟ لأن الكهرباء كده كده بتقطع عندي على الساعة 3، فقلت ننجز الغسيل قبل الكهرباء ما تقطع وقت في المهم يعني. فقلت بقى الحاجة اللي شغالة الأول بالكهرباء نعصر طماطم، نشغّل غسالة زي ما أنتم شايفين كده، نشغّل المكنسة برضه قبل الكهربا ما تقطع. فقُلت إن شاء الله بإذن الله نقف على طول على الغسالة بتاعتي، نحط الدور ونرتّب السرير، نرتّب أي حاجة جنب مني، المهم بقى ما نعطّلش الغسالة يعني ما نروحش يمين وشمال والغسالة تُقف وتغيب علينا ما نطلّع الدور بتاعها. فقُلت إن شاء الله بإذن الله أول ما نبدأ كده بعد الولاد بقى ما راحوا الحضانة توكّلوا على الله، وبعد كده دخلت بقى على طول على الغسالة بتاعتي، مليت مَيّة وحطيت بقى البرسيل بتاعي وريكس الألوان، وبدأت إن شاء الله بإذن الله الغسيل. قبل حتى ما نفطر، قُلت نفطر بقى جنب منها كده على الدور ما يطلع، نغسل شوية مواعين، نرتّب شوية هدوم عايزين يتغسلوا، نرتّب قصدي شوية هدوم عايزين يتطبقوا، الكلام بقى بنات السهل بتاعنا بتاع كل يوم يعني، غير بقى الشغل الروتيني المعتاد ده بقى. فدخلت النهارده هنعمل بقى كوباية شاي بلبن كده، كيكاية صغيرة كده إن شاء الله بإذن الله، وخلاص جنب كوباية الشاي باللبن، وده كان فطار النهارده الحمد لله. وهنعمل جنب منهم إن شاء الله بإذن الله بقى صينية كده جناحة بالبطاطس للولاد، بما إن الولاد بس معايا النهارده، فإحنا بقى بنحب الحاجات اللي إحنا بابانا ما بياكلها معانا بنعملها في الأيام اللي هو مش بيبقى موجود معانا في البيت، بيبقى في الشغل بتاعه. قُلت نفطر، وبعد كده برضه على ما نطلّع الدور نطلع برضه نغسل البلكونة أو نمسح البلكونة، نكنسها بقى مكان التراب، وأنتم فاهمين بقى الشتا أصلًا نبقوا مقفّلين يا بنات، بس مش معنى بقى اللي إحنا مقفّلين اللي الدنيا يعني مش بتبقى مطرّبة، لأ بتبقى مطرّبة وفيها حاجات بقى بُصّوا ما تشتهي الأنفس يعني. وأنا طبعًا كده كده هنطلع برضه ننشر برّه، فقُلت ننضّف البلكونة بتاعتي عشان خاطر نطلع ننشر الغسيل بقى على نضافة كده، وتبقى البلكونة تحت مني تكون نضيفة، عشان خاطر برضه الولاد لو جُم ولحقوني وأنا كده لسه بننشر ما يبهدلوش الدنيا وياخدوا من رجليهم كده يخشوا بقى على الفرش برّه. إن شاء الله بإذن الله روتين النهارده هيحفّزنا بقى وينشّطنا، وزي ما قُلت لِك بقى ما يهمكيش بقى لا سقعة ولا برد ولا الدنيا بقى اللي هي زيطة أول ما نبدأ يا بنات نشتغل كده في بيوتنا بجد، حتى لو أنتِ بردانة وسقعانة قاعدة كده كمشانة تحت البطانية بالبلدي بتاعنا، والله العظيم بتدفي وتتحمسي وتتشجعي وتحسي إن البرد ده كلّته بيروح، وتحسي إن جسمِك خلاص سخن واتحمس بقى، وممكن تقومي بالشقة بحالة تاكليها من الشغل كده. فقُلت بقى إن شاء الله بإذن الله أنا مشنتني بقى قاعدة كده كده الشمس طالعة حلوة النهارده أهيّة، أي نعم بقى الجو برد ماشي، بس برد بالليل أكتر يعني، لإن كده كده لسه يعني الجو ما مطّرش عندنا مطر كتير، هو مطر يعني معتبر مرّة واحدة. وإحنا من الناس بقى اللي بنعشق الشتا يا بنات، الصيف بقى ربنا يعود علينا بخير إن شاء الله بإذن الله بجد. أنا من الناس اللي زي ما قُلت لكم قبل كده، فقُلت بقى إن شاء الله بإذن الله يا دوبك فطرت، شغّلت غسالتي وطلعت بقى ناخد الأولويات الأول، نرتّب سرير، نمسح فرشة زي ما قُلت لكم، ننفّضها، شوية غسيل برضه كانوا عندي كده عايزين يتطبّقوا، نعمل الغدا للولاد، نجهّز المهم الأول حاجة، الحاجة اللي هي بتنقضي بالكهربا قبل ما النور يقطع. خلاص خلّصت الحمد لله، يا دوبك كده على ما فطرت ومسكت زي ما قُلت لكم البلكونة غسلت ومسحت والكلام ده كلّته، كان خلاص خلّصت الغسيل بتاعي، كان فاضل دورة والّا 2 قُلت على ما هي خلاص تخلّص الغسالة نكون أنا نشرت دُولة كده إن شاء الله بإذن الله، ونكون إن شاء الله بإذن الله نخش بقى نعمل الغدا قبل الولاد ما ييجوا ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله بإذن الله. وصلت لحد هنا اوعى تنسي ذكر الله. قُلت لكم بقى هنعمل النهارده غدا اقتصادي، لو إن بقى في الأيام دي ما عادش في حاجة اسمها غدا اقتصادي، حتى الكشري بتاعنا اللي إحنا كنا بنقوله ده غدا اقتصادي ومش بيكلّف النهارده بيكلّف الشيء الفلاني. فالنهارده بقى زي ما قُلت لكم أنا كنت دابحة معاكم الفراخ اللي هي اللي أنا كنت شارياها، فقسّمتها وجبات وقُلت النهارده إن شاء الله بإذن الله هنطلّع بقى الجناحة بتاعتهم نعملها كده بصينية بطاطس جنب شوية رز أبيض، والنهارده ده كان بُصّي يا غدانا. بنات، هو كده كده أصلًا بإيدينا بقى اللي إحنا ننظّموا حياتنا ونتأقلموا على أصلًا الجو الجديد اللي خلاص بقينا واقع فيه، أو الأسعار اللي إحنا خلاص بقينا خلاص فيها يعني ما فيش مفر منها، لإن مش في إيدي يعني حاجة نغيّروها غير بس اللي إحنا إن شاء الله بإذن الله
نغيّروا حياتنا بقى للأفضل، يعني إزاي أنتِ بقى كسِت بيت كده تقعدي في مطبخِك ترتّبي أولوياتِك وإن شاء الله بإذن الله هتلاقي كل حاجة مشيت زي الفل وزي العسل كمان، فعشان كده ما تتعبيش بقى وتزهقي وتقولي الأسعار والمرتب بيخلص في نُص الشهر والكلام بقى اللي إحنا بنسمعه دايمًا ده. عارفة يا بنات إن الكلام ده مش كذب وإن الكلام ده فعلًا حقيقة وإن الكلام ده فعلًا بيحصل مع معظمنا يعني، بس زي ما قُلت لِك بقى أنتِ تأقلمي نَفْسِك على الحياة الجديدة وعلى الأسعار الجديدة اللي هي خلاص بقت واقع في حياتنا. يعني ما فيش مفر منها، هتقعدي بقى تشتكي والكلام ده كله، طب ما حدش هيدّيكِ حاجة ولا حاجة فايضة من حد والله يا بنات عشان خاطر حد يدّي حد حاجة، ربنا ييسّر كل أمور الناس وربنا يسهّل لكل حد وربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب، المهم اللي بيوتنا ماشية بالستر والرضا كده وراحة البال الحمد لله ده الكنز الكافي، إنما الفلوس بتروح وتيجي، الأسعار برضه الحمد لله زي ما قُلت لكم اللي إحنا حاولنا إن إحنا نتأقلموا عليها، حاولنا بقى كستات بيوت كده شاطرة في مطبخها تُقف كده وترتّب أولوياتها النهارده تطبخ إيه، بكرة تطبخ إيه، تعدّي إيه النهارده، ما تعدّيش إيه النهارده. مثلًا أنتِ كنتِ بتجيبي الفرختين لو كانوا مكفّوكوا أسبوع أو أسبوعين يعني بدل ما كنتِ بتعمليهم مثلًا 4 وجبات الفرخة أو 5 وجبات، لأ ممكن أنتِ صدر فرخة يعدّيكِ غدا. ل4 أفراد في الأسرة. صدقوني يا بنات والله العظيم بحاجات بسيطة جدًا، أقلمي نفسِك عليها، النهارده عدّي بأكل أرداحي، بأكل مثلًا يكون فايض معاكِ، الوجبات بقى اللي لو فايض بس حاجات بسيطة من الأكل اللي أنتِ بتعمليه ده، شيلي كل حاجة في الفريزر ما ترميش حاجة، لإن برضه في ستات بيوت كتير جميلة جدًا وشاطرة جدًا إن هُم مش بيرموا حاجة، الحاجات دي بيسيبوها في يوم بقى يكون خلاص يعني في أواخر الشهر طلّعي بقى كل حاجتِك دي اللي كانت في الفريزر بقى سخّنيها، حطّيها، صنّفي فيها، حاولي تغيّري في شكلها شوية، حاولي تغيّري في طعمها شوية، حاولي تدخّلي أي حاجة تانية معاكِ فيها برضه، عشان خاطر إن شاء الله بإذن الله ربنا إن شاء الله بإذن الله يا بنات والله أنا مستبشرة خير إن شاء الله ربنا هيراضي عباده، وإن شاء الله بإذن الله كل اللي إحنا فيه ده خير، المهم بس زي ما قُلت لِك إن الستر والصحة والرضا واليقين بالله إن اللي جاي أحسن، كل ده هيعدّي وكل ده هيفوت وكل ديّة أزمات بتعدّي علينا. وبتعدّي على الدنيا بحالها مش على حد، إحنا كمصريين بس، وزي ما قُلت لِك قبل كده برضه كُلّه يهون في سلامة بيوتنا وسلامة وطننا، وإن إحنا عايشين في بيوتنا يعني مستقرين وآمنين، ومش خايفين على ولادنا، مش خايفين على أنفسنا، مش خايفين إن حاجة تحصل الحمد لله، لا يحصل كل الخير إن شاء الله بإذن الله. أمان البلد ده يا بنات حاجة يعني مش سهلة، حاجة مش هينة، فعلًا، فعلًا أنتِ ما تحسّيش بالنعمة اللي أنتِ فيها غير لمّا تحسّي أو تجرّبي يعني الحاجة اللي بتبقى عند غيرِك، عشان كده بتحمدي ربنا دايمًا، دايمًا على النعمة، إحنا كلّنا كنا زعلانين من غلاء الأسعار. الأسعار دي غالية على الكل مش على حدّنا إحنا بس، بس لمّا نيجي بقى جنب غلا الأسعار وجنب اللي إحنا بنشوفوهم كان في فلسطين ربنا يحميهم ويراعيهم ويرفع قدرهم ويرفع شأنهم دنيا ودين إن شاء الله بإذن الله، ويوعدهم كده إن شاء الله بإذن الله بنصر عزيز يا بنات بيفرّح كل المسلمين ويفرّح كل العرب إن شاء الله بإذن الله عاجل غير آجل إن شاء الله إن الخير جاي ليهم، بس برضه يعني مشاهد يعني قاسية جدًا على قلوبنا لإن إحنا مش بإيدينا حاجة غير الدعا بس، اللي إحنا ندعو لهم، مش بإيدينا حاجة والله العظيم أنا حاسة اللي الواحد بيبقى بيتفرّج على المشاهد دي زي ما يكون متكتِّف إيديه، زي ما يكون اللي مش قادر يعمل أي حاجة، لأول مرّة نحس إن الواحد ضعيف، بني آدم مننا ضعيف جنب حاجة زي ديّة، مش قادر يعمل أي حاجة غير هو اللي يدعي لهم، فاهمة؟ فعشان كده بنقول يعني بنبُص لولادي، بنبُص لوطني، بنبُص لبيتي، بنبُص لكل ده بنقول الحمد لله إحنا في نِعَم كتير، كتير، كتير غير بقى اللي إحنا بنشوفه مثلًا غلا، الكلام بقى اللي إحنا شايفينه واللي بيمُر علينا ده كُلّه سهل، سهل يا بنات، سهل يا بنات جنب الأمان، سهل يا بنات جنب إن أنتِ تبقي عايشة في بيتِك مستقرة وآمنة ومش خايفة على ولادِك إن هُم طالعين، اللي هُم داخلين، مهما يكون المخاوف اللي هي بتبقى جوّه البلد ديّة إذا كان سرقة، إذا كان الكلام ده كُلّه، كل ده برضه سهل، يعني إحنا بنقدروا عليه، بنقدروا عليه إن إحنا نخلّوا بالنا شوية، بنقدروا عليه إن إحنا نراعوا ولادنا، إن إحنا ننصحوا ولادنا، بس يعني ربنا ما يورّيناش ولا نشوفوا حاجة على بيوتنا ويكفينا شر حاكم ظالم. ربنا يبعد عننا الظلم، الظلم وِحِش جدًا يا بنات، وإن شاء الله بإذن الله يعني إن الظلم ده ليه آخر، يعني مع الصبر وكل حاجة بيبقى ليها بداية وليها نهاية، ربنا يا بنات مش بيغفل عن حق حد، بس سبحان الله ليه إرادة في كده وليه آآ سبحان الله، يعني هو أكيد، أكيد، أكيد الخير جاي إن شاء الله بإذن الله، اليقين بإذن الله للخير جاي، بس أنا حبيت نتكلم معاكم دلوقتي والله يا بنات زي ما قُلت لكم كلنا بنخش الفيديو مش عارفة لا نقول إيه أو نتكلم في إيه، فالحمد لله خلّصت بقى التنشير بتاعي، كنت أنا غاسلة شوية هدوم سمر كده خدتهم برضه طبّقتهم لإن لو استنوا على السرير زي ما قُلت لكم مش هينغسلوا أو مش هيتطبّقوا دلوقتي خالص، فالواحد بقى بيستعجل بالغسيل بالذات يا بنات، بنحب إننا نطبّقه على طول قبل إن شاء الله بإذن الله كده
أمّا يكون بقى يقعد يعني في سابت الغسيل مرّة أو يومين أو الكلام ده بنزعل جدًا، وبنبقى خلاص نتكاسل بقى لمّا ألاقيه بقى من على حبل الغسيل على طول كده على من المنشر تطبّقيه، بُصّي بتحسّي إن الدنيا رايقة معاكِ والدنيا فايقة معاكِ. شُفتِ بقى أنا لسه غاسلة غسيل ونشراه ولسه مطبّقة غسيل ومدخّلاه في الدولاب، ودلوقتي الولاد لسه جايين من الحضانة بقى، هاقول لكم إن سابت الغسيل عَبّة تاني، الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. وربنا يعطي كل محروم ويرزق كل مشتاق بما يشتاء، آمين يا رب العالمين، وما يحرمش حد أبدًا، أبدًا من الذرية الصالحة يا بنات. الحمد لله خلّصت، ودخلت بقى كده صينية الجناحة بالبطاطس مش بتاخد نُص ساعة في السوا. طبعًا بقى قطّعت البطاطس يا بنات، وقطّعت البصل، وكنت طبعًا مطلّعة الجناحة أساسًا يعني حاطاه في مَيّة، فكّة من الفريزر برضه، فجهّزت كل حاجة وقُلت بقى إن شاء الله بإذن الله هنجهّزها ونحطها على بس ما الولاد كده يغيّروا هدومهم، لإن هُم بيبقوا جايين بقى أنا كنت بابقى عاطياهم أكل كتير اللي هُم بيغيّبوا في الحضانة، فبيبقوا جايين مش جعانين يعني الجوع اللي هو، وبصراحة بقى أنا قُلت إن أنا نخلّص كل حاجة قبل النور ما يقطع، عشان النور لمّا بيقطع باوقّف حالي، فالحمد لله يا دوبك بس كده خلّصت سلقة واستوت معايا على النار، كان النور قطع، لإن النور زي ما قُلت لكم بيقطع الساعة 15:00 بالضبط، كل ده اللي أنا عملته ده يا بنات قبل الساعة 15:00 ما تيجي، الحمد لله يا رب يعني أنجزت بصراحة في اليوم ده، ليه بقى ما مسكتش التليفون دي أول حاجة، بدأت على طول بالغسيل، على طول إيدي فيه، ما استنيتش مثلًا نتكاسل يعني الدورة تخلص نقعد شوية على ما نطلّع، على طول إيدي فيه بقى خلّصت وأنجزت واللي نطلّعه من الغسالة ننشره على طول على الغسيل على الحبل، فبالتالي بقى ما خدش معايا وقت خالص، مسكت بقى البطاطس كده يا بنات أنا بصراحة البطاطس زي ما قُلت لكم البطاطس الصغيرة اللي موجودة عندي قشّرتها بقى وقطّعتها وقطّعت عليهم بصلة، ما باكتّرش بصل، أولًا لإن البصل غالي، ثانيًا ولادي مش بياكلوا البصل خالص يا بنات، بيطلّعوه من الخضار، يعني لو حطّيت بصلاية بس حتّة صغيّرة كده بانت، يطلّعوها من الخضار، فأنا باحط بس إيه، ريحة يعني وعشان خاطر بس النكهة بتاعته، وحطّيت بقى التوابل اللي موجودة عندي، فلفل أسود، بابريكا، 7 بهارات، كمون، بهارات فراخ، الكلام بقى يا بنات كاري برضه، كركم، وحطّيت برضه كانت عندي صلصة كده موجودة مُعلّبة، بس مش مُعلّبة يعني من اللي أنا عاملاها في البيت، كنت واخدة منها قطعة وكانت فاضلة قطعة بقى يعني مش بناخد كل الكمية، على حسب بقى الطبخة اللي أنا هاطبخها، فكنت سايبة شوية كده في طبق في الفريزر، طلّعتهم حطيت عليهم مَيّة سخنة، وحطيتهم بقى على البوتاجاز يستووا، وعملت شوية رز أبيض كده نُصّهم لبن ونُصّهم برضه مَيّة، وده كان غدانا النهارده إن شاء الله بإذن الله، غدا بسيط وسهل وسريع وما خدش منّي وقت، وفي نفس الوقت عدّى يومه وعقبال كل يوم آمين يا رب العالمين، سؤال كل سِت بيت، هنطبخ إيه النهارده، هنعمل أكل إيه النهارده، بتيسير من عند ربنا وكلّه بيعدّي والحمد لله. كان عندي بقى شوية فراولة كده لقيتهم خلاص الولاد بيحبّوا ياكلوا زي ما قُلت لكم ولادي بيحبّوا ياكلوا ثمرة الفاكهة يا بنات يعني طازة مش عصير، فلقيتها بقى خلاص يعني بدأت تدبل فاهمين، أو بدأت تنزّل المَيّة بتاعتها، فمسكتها بقى قطّعتها كلّها، نضّفتها وسِبت لهم بس الحاجة اللي هي تكون لسه تستحمل شوية ياكلوها، وجِبت بقى صُباعين موز مع كوباية لبن وقُلت نعملهم عصير نقضّي بيهم النهارده، إن رضيوا يشربوه، سِبت لهم برضه كمية بسيطة كده. وبقيتهم بقى حطيتهم في الفريزر، قُلت بقى لمّا باباهم ييجي نطلّعه أو أنا بقى في أي وقت نطلّعه برضه، المهم ما نسيبهاش بقى لمّا تبوظ، لإننا يا بنات بجد يعني بنحب جدًا نتابع الحاجة اللي في الفريزر أو اللي في الفريزر بقى اللي في التلاجة بمعنى أصح، الطماطم بتاعتي نبقى نبُص عليها من فترات لو أنا جايبة كمية كبيرة برضه بتبقى ساعات هتدبل ساعات هتمور، فالحاجة اللي نلاقيها خلاص كده نقطّعها ونحطها في الفريزر نطبخ منها، برضه عصير سَدة نعمله، شِلت بقى نُصّه كده في الفريزر نستعمله في أي مرّة. وحطيت برضه على قد بقى ما أنا نشرب أو الولاد يشربوا، لإن زي ما قُلت لكم ولادي ما مش بيشربوا العصير كتير، وبصراحة حاجة حلوة وحاجة ميزة جميلة جدًا، أنتم عارفين أصلًا السكريات والسكر ده يعني أكيد ليه أضرار كتير يا بنات، مهما يكون فايدته بس أضراره أكتر، مش زي ما تاكلي ثمرة الفاكهة لوحديها، فالحمد لله يعني إن ربنا أنعم عليَّ بالنعمة ديّة إن هُم مش بيحبوا يشربوا العصير قد كده، فأنا حطيت عليه لبن بقى وحطيت عليه موز وجهّزته كده زي ما شُفتم، وحطيت لهم بقى الغدا إن شاء الله بإذن الله، وقُلت على بقى الأكل ما يكون استوي والنور لسه ما قطعش والمَيّة موجودة، الأطباق بقى اللي هي طلعت من مكان الغسيل بتاعي أو مكان الأكل بتاعي والطبيخ، نغسلها على طول كده هي مش هتاخد حاجة لإن هي كده نضيفة يعني، فنجهّز بقى كل حاجة ونشطّب المطبخ برضه بحيث إن الواحد كده يا بنات يكون مستمتع بيومه فاهمين، لمّا تخلّصي بقى الغدا بتاعِك وتحطّي بس الطبقين اللي أنتِ هتتغدي بيهم مع ولادِك أو مع أهل بيتِك، وتبُصّي تلاقي المطبخ نضيف والحوض نضيف، بصراحة هو ده العِز الكافي لأي سِت بيت. الحمد لله، قُلت ناخدهم كده إن شاء الله بإذن الله ونجهّز كل حاجة، يعني في وقت اللي أنا غسلت فيه المواعين كان الأكل بتاعي كان جاهز. أتمنى النهارده إن شاء الله بإذن الله يا بنات إن أنتم اتشجعتوا واتحفزتوا واتنشطوا، قوموا يالّا إن شاء الله بإذن الله
شوفي كل اللي وراكِ صدقيني مش هياخد منِّك أي حاجة، بس قومي هي عايزة عزيمة بس وعايزة زقة يا بنات. وبصراحة الشغل البدري يا بنات يعني ما تستسهليش تقولي لأ هنقعد كمان شوية هنمسك التليفون هنصفح ده هنعمل ده. والله بتحسي إن اليوم أصلًا بيعدّي وما فيهوش بركة، بتحسي إن أنتِ ما استغلّيتيش أصلًا اليوم صح. سبحان الله، غير اليوم اللي أنتِ بتبقي بادئاه بقى على طول كده بنشاط، بيفرق معاكِ جدًا، جدًا، لإن زي ما قُلت لكم اليوم أصلًا في الشتا بيبقى قصيّر، يعني النهار بيبقى قصيّر جدًا، الليل بيبقى طويل بس والله يا بنات يعني الواحد بقى من تعبنا طول اليوم ولفّينا والدايرة اللي إحنا بنلِف فيها طول اليوم ما بنحسّش إن الليل طويل ولا حاجة. الواحد يعني على ما ييجي ينام تكون الساعة 22:00 أقصى حاجة الساعة 23:00 نصحى يعني على الفجر كده والّا حاجة، نلاقي الصبح ما لحقتش أصلًا نشبع من النوم. والواحد بقى على ما ييجي ينام تاني، ينام له ساعة والّا حاجة ويصحى يصحّي في الولاد تاني عشان خاطر حضانة. فتحسّي إن اليوم متقطّع أو إن النوم متقطّع. بس الحمد لله يعني ده نعمة وفضل من عند ربنا، اللهم لك الحمد والشكر. خلّصت شوية المواعين كده يا بنات وحطيتهم بقى يتصفّوا، وهنجيب بقى أزايز المَيّة اللي موجودة عشان خاطر بقى مكان الولاد ما بيبقوا ماسكين الأزايز والكلام ده كلّته، حاسّاهم مش عاجبينّي يعني زي ما تكون مش رايقين كده قدّام. حطيت برضه شوية بريل كده على الإسبونشة ومسكتهم دعكتهم بقى وهنغسلهم كده بمَيّة سخنة وننضّفهم برضه، نملى المَيّة بتاعة إن شاء الله بإذن الله، عشان زي ما قُلت لكم إن النور بيقطع فالمَيّة بتقطع عشان خاطر الماتور، يعني المَيّة مش بتطلع عندنا غير بموتور، تمام حبيباتي. أهوّة بقى نغسلهم كُلّتا كده ونرصّهم بقى على الحوض. والولاد برضه مش كل شوية يا ماما عايزين نشرب، والفلتر أنا بنفصله عشان خاطر بس يعني إحنا بنقلبوا المَيّة بتاعتنا يعني مَيّة بلدية ومَيّة من اللي هي الطرمبات العادية يا بنات اللي بتبقى تحت الأرض دي. فأنا بقى بنيجي فاصلة الفلتر عشان خاطر المَيّة اللي بتبقى تحت الأرض ديّة بتبوّظ الدنيا عندي بصراحة، بتبوّظ كل حاجة. خلّصت الحمد لله ومليت المَيّة خلّصتها وجيت بقى دلوقتي عشان خاطر بقى شوية أطباق كده كانوا محطوطين ورايا هندخّلهم بس كده إن شاء الله بإذن الله في أماكنهم عشان خاطر كل حاجة تكون رايقة وتمام التمام يا بنات. والحمد لله، الحمد لله كان يومي سهل وبسيط. والحمد لله أنجزت زي ما قُلت لكم كانت الساعة 15:00 بالضبط العصر. خلّصت كل حاجة، كانت الكهربا بقى خلاص هتقطع. أنا بقى جاية مصلية العصر يا بنات، ونيجي بقى من الساعة 15:00 للساعة 16:00 ناخد الساعة ديّة راحة كده نوم. نقعد بقى مع نفسي شوية، ليه؟ لإن النور بيبقى قاطع فنقول بقى نستغل الوقت ده، كده بيبقى النور قاطع وما فيش حاجة نعملها، فيا إما نخش نريّح شوية ننام لي شوية كده ساعة والّا حاجة، يا إما نقعد بقى أنا مع نفسي كده في استرخاء مع نفسي. والحمد لله، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة يا بنات ويزيدها يا رب ويحفظها من الزوال آمين يا رب العالمين. خلّصت الحمد لله، هنحط بقى الغدا. في اللحظة دي بالضبط كان النور قطع. أدي الصينية بقى استوِت وحطيتها تحت الشواية، بس يعني ما خدتش لون جامد، لإن الولاد عندي زي ما قُلت لكم ما بيحبوش الحاجة ناشفة، يعني عايزة تنشّفيها ما فيش مشكلة، بس أنا ما حبيتش ننشّفها يعني عشان خاطر ولادي بيحبوا الشوربة، وعشان خاطر برضه الجناحة تبقى طرية معاهم. يعني خلّيت شوية كده وشوية كده. أتمنى النهارده إن شاء الله بإذن الله يشجّعكم الفيديو. أتمنى لو أول مرّة يا قمرية تخشوا النهارده القناة بتاعتي خدي لِك جولة بسيطة بإذن الله هتعجبِك، واللايك والكومنت الجميل اللي بيشجعني وبيحفزني وبينشطني إن أنا أنزل لكم كل حاجة جديدة يا بنات. أترككم في رعاية الله وأمنه. وصدقوني والله العظيم بتوحشوني وآسفة جدًا، جدًا للتأخير. بس سبحان الله يعني الحمد لله، الحمد لله. ادعوا لي دعواتكم ليّا يا بنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.